يا أهل اليمن جهزوا لنا استوديو عندكم. مرحبا بكم في قناة عصام عقيل. اليوم سنتناول موضوع هام ويشغل الجميع مع تحليل دقيق وتفاصيل مثيرة. تابعوا الفيديو حتى النهاية وشاركونا آراءكم في التعليقات واشتركوا وفعلوا الجرس التنبيهات لنبقى على اطلاع بكل جديد. أصدقاء المشاهدين والمتابعين، اليوم سنتحدث عن الإعلامي الكبير علي حسن مهدي الذي هو يوتبرز من دولة مصر. كلنا عارفين هذا الشخص ولديه أعمال كثيرة وفيديوهات كثيرة تتحدث عن القضية التي هي حاليا يكون عليها عدوان. أصدقاء المشاهدين والمتابعين، كلنا عارفين هذه الفيديوهات وماذا كان ينشر هذا الشخص، لكن اليوم سأحدثكم بجميع التفاصيل. وهل كان علي حسن مهدي منطلق إلى دولة اليمن أم لا، أو تم القبض عليه في المطار أم لا؟ هذا ما سنعرفه وإياكم. وكما قلنا سابقا سنسلط الضوء على قضية علي حسن مهدي الشخصية التي أصبحت رمزا للتضحية في ظل الظروف الصعبة. طبعا مكتب التحقيقات الفيدرالي في BI يستمر في مطاردته داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم مرور 6 أشهر وطبعا كان لديه إشعار بعدم أن يقوم ببث مباشر في جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وقد وقفوا حسابه في تويتر وانستغرام جميع المواقع. طبعا أصدقاء المشاهدين، كان لديه قناة في اليوتيوب فقط وكان من خلالها ينشر فيديوهات، وتم إشعاره بعدم نشر أي شيء. ما هي القصة وراء هذه المطاردات، وما الذي جعل علي حسن مهدي هدفا لهذه التحقيقات؟ طبعا سننشر لكم فيديوهات وهو في المطار، وفيديو آخر يتحدث عن اليمن، أو كان ينوي يذهب إلى اليمن. أصدقائي المشاهدين، طبعا هنالك قصة المؤلمة، ولماذا يوصف البعض علي حسن مهدي بأنه الضحية المصرية الجديدة؟ طبعا كان هنالك إعلاميين من قبل تم تصفيتهم، وطبعا هم يقولون بأنه سيكون الضحية الجديدة المصرية. طبعا هنا نشاهد الفيديوهات. بقى عشان هقل ادب المره الجايه. يعني كان في بتاع ثلاث ضباط واقفين، 2 منهم ستات وفي واحد من الFBI جاي بقى. يعني انت عارف انت ايه يا جدعان ده، ولا اكني سنودن يا جدعان. لحد ما المعلم بتاع الFBI جه شاف المكن والماشينز والباور بانك، فالمعلم جه بص كده وقعد يلعب شويه في الباور بانك، ومعاه شنطه كده صغيره قعد يفتح ويقفل فيها. وطبعا في حاجه بقى غريبه، دي اللي شككتني اكتر، ان المعلمين معاهم خدوا الاي دي بتاعي والتيكت، وقاعدين طول الرحله او طول الوقفه عمالين يعملوا اتصالات. ده اسمه كذا 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 كذا، رقم الاي دي كذا 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 كذا. انا قلت بقى خلاص فتح السيسي رفع لهم التليفون قال لك يا هتقولي ده نغيب كده. الضغوط في امريكا يا جدعان حالقه، مش محتاج اقول لكم. الضغوط في امريكا على كل الناس احنا حاله ده تخيل الناس اللي بتتكلم في القضايا وبتاع والكلام الفاضي المخصي ده بيتضغط عليهم. امال احنا بقى اهل اليمن يجهزوا لي استوديو. يا اهل اليمن جهزوا لنا استوديو عندكم. عشان كده الموضوع شكله داخل في العبيق فده اللي حصل مع رئيس. وكما شاهدنا أصدقاء المشاهدين، هذا خلاصة للفيديوهات حتى لا يطول عليكم الفيديو. طبعا من هنا نوجه نداء إلى الإعلاميين في مصر واليمن وجميع الإعلاميين في دول العالم: أين أنتم من هذه القضية؟ هل ستظلون ساكتين أمام هذه الظلم والمظلومية؟ طبعا نطالبكم بجميع أنحاء العالم من الإعلاميين وأن يجعلوا هذه القضية رأي عام، بل يجعلوها رأي عالمي، فالسكوت لم يعد خيار. أصدقاء المشاهدين، كلنا هاشتاج لعلي حسن مهدي، وهل سيكون للقضية صوت آخر؟ هذا ما سنعرفه وإياكم في الساعات القادمة، وإن شاء الله إذا كان علي مهدي حسن مقبوضا عليه
فليجب الإفراج عنه، وإذا كان سلم إلى الدولة المصرية فطبعا نطالب بأن يفرجوا عنه. هو مجرد إعلامي، فلماذا تطاردونه كل هذه المطاردة؟ نحن المنتصرون، ولا سبيل لنا إلا بالقوة. كنت معكم أنا عصام عقيل، وإلى اللقاء.